طبعا بتاع شاي. ده بتاع الشاي غير بتاع الكبده اللي انا لسه جايبه من شويه. طبعا كل دول موجودين هنا عشان الشهداء، يبقى كبده وشاي عشان الشهداء اللي ماتوا. طبعا احنا كلنا لازم نراهم ونفكر بس يعني متجرد اسمهم غلط، ده اللي انا حاسه يعني. طبعا انا لو قربت انا ممكن اتضرب ان انا بصور، الموضوع ممنوع زي ما انت شايف. مش معاهم اوريكم جزء تاني. ده كتير. انتوا شايفين كنتاكي؟ انا نروح عند كنتاكي يا جماعه نشوف في ايه. بتوع التمر هندي والكبده طبعا دول صور كلهم، ما نقدرش نتكلم معاهم. دي كلها كبده. ده يا جماعه اهو كنتاكي اللي في ميدان التحرير. نمشي بقى بالكاميرا، طبعا انا ما اقدرش اقرب عشان ممكن اضرب. بفتكر ان الموضوع ظاهر جدا. عربيه تمر الهند اهيت، جنبها عربيه الكبده، وادي عربيه تمر هندي ثانيه. للاسف الزوم بتاعي مش هيجيب اكتر من كده. طبعا ده غير الشاي وغير. نحاول نقرب تاني يمكن. وادي عربيه ماشيه عكس الاتجاه في ميدان التحرير يا جماعه. دي عربيه ماشيه عكس الاتجاه في ميدان التحرير. نحاول نقرب اكتر من الميدان اللي بيحصل فيه، علشان الناس اللي مش من القاهره اللي بتطالب وبتقول التحرير ومش التحرير تتفرج ايه اللي بيحصل. يعني افتكر ان الموضوع كده بدأ يوضح للناس ايه اللي حصل بعد الثورة، ايه اللي حصل بعد وجود الجيش. طبعا في بيني وبينهم صورة عشان فاكر انا لو جيت مسكت هتضرب جامد. النهارده كانت الدنيا بتمطر. طبعا المطره دي سبب فيها حسني مبارك واعوانه، وانا عارف ده كويس جدا. يعني الحزب الوطني طبعا هو اللي خلى الدنيا تمطر، يعني هو في غيره؟ طبعا هو اللي خلى ماتش الزمالك امبارح الناس هي اللي تنزل. انا متاكد ان الكلام ده عشان خاطر الثوره تبوظ، الثوره المضاده. تمام. ادي يا جماعه ميدان التحرير الناس كلها عايزه تنزلوا. طبعا ده بعد فشل المليونيه بتاعت يوم الجمعه اللي فاتت وعدم تحقيقها. ادي بتاع شاي. طبعا الناس دي كلها في خدمه الثوار. طبعا الناس دي كلها في خدمه الثوار. اعلام تلاقي عايز شاي، تلاقي عايز عايز واحد لا مؤاخذه كده برضه هتلاقي. طبعا ده المزار السياحي لميدان التحرير بتاع الاعلام. هذا راجل جاي يلقط رجله. على منين؟ راجل بقاله شهرين ماشي، رغم ان كانوا كلامهم واضح جدا بيقول مش هيمشي لما يمشي. اتفرجوا يا جماعه. يعني ماتوا. احنا اسفين، احنا يا توانسة احنا اسفين، احنا شباب 25. كويس كويس. عايزين طبعا يعتذروا للشعب التونسي. ما انتوا رجاله مش كنتوا تدافعوا عنهم امبارح؟ طبعا في رأي حلو قوي امبارح بيتكلم عن اللي حصل امبارح ده ثورة مضادة وسلطات، مش حاجات غريبة كده بتتقال. ماشي. الالترس الزملكاوي والوايت ناجت الفراخ البيضاء زي ما بيقولوا كانوا فين؟ ما نزلوش دافعوا ليه عن اللعيبة يعني؟ انا عارف ان كان امبارح ثورة مضادة، وان امبارح كان حزب وطني وكان علاء وجمال ماسكين شو ونازلين يضربوا معاهم عادي. طبعا حسام ابراهيم بالاتفاق معاهم لان هم بيحبوه. ما عنديش مشكلة في اي رأي، انا احب اسمع اي رأي ويعني وادافع عنه كمان. يعني انا هدافع عن نفس الرأي وهقول اهو، بس لما هم كده. ايه رايكم يا جماعه؟ ثوره برضه دول صح؟ طبعا الثوره دي كانت جوله سريعه كده في الثنائيه بتاعت ميدان التحرير بعد شهرين الا 8 ايام من اعتزال
رئيس مبارك. تمام. طبعا انتوا شايفين الزحمه اللي بقت في الميدان، شكل يعني لا يطاق. طبعا انا مش هروح، يعني انا بحاول اقرب على قد ما اقدر. انا ممكن اتضرب طبعا ادري فاهم. الجيش طبعا واقف في موقف المتفرج، ما عندناش مشكله خالص. الجميل ان امبارح لما الوايد ناجت ما نزلش دفعت عن اللعيبه اللي بتتضرب ليه؟ لما هي ثوره مضاده مش دافعوا عن ثورتكم ولا ايه؟ يعني دي بس صوره للناس اللي كانت عايشه بره القاهره تعرف ايه اللي بيحصل في ميدان التحرير. ده طبعا مجلس القومي للمراه اتحرق واتسرق طبعا من ثوره مضاده او ثوره دخيله او ناس مش تبع الثوره. طبعا هي اللي عملت الكلام ده، ما عنديش اي مشكله. شكرا.